صوت الملعب مع محمد فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صوت الملعب. عندي قضايا مهمة جدا وابدأ مع حضراتكم من النادي الأهلي. النادي الأهلي وبعد مباراة كانت مخيبة لآمال الأهلاوية والتعادل مع نادي الزمالك، ثم الفوز بصعوبة على نادي حرس الحدود 1-0. يحاول مستر كولر وإدارة الكرة في النادي الأهلي إنها تكمل تجهيز الفريق عشان المواجهات الكبرى. إيه هي المواجهات الكبرى؟ النادي الأهلي عنده أهم حاجة شغله الشاغل كيف سيظهر في كأس العالم للأندية، وده موضوع كبير، موضوع محتاج شغل على أعلى مستوى، لأنك أنت بتجهز فرقة مش عشان تنافس اللي حواليك، اللي شبهك، اللي قريبين منك، أو اللي حتى قدراتهم المادية وقدراتهم في النجوم قريبة من اللي حواليك. لأ، ده أنت بتتكلم في أعلى ليفل في كرة القدم في العالم. يعني في كأس العالم للأندية المقبلة هتلاقي النادي الأهلي بيلعب مع فرق فيها أعلى نجوم توب بلاير في العالم. مش بس كده، الموضوع مش موضوع مواجهات، ده في بطولة استثنائية، شكل جديد، كأس عالم مصغّر للأندية على الشكل اللي كان أو اللي لا زال يتعامل بيه الفيفا مع كأس العالم الكبير. يعني في مواجهات بالنقاط، في مواجهات ب ال ال يعني كل فرقة فيها هتلعب ماتشات تاخد منها 3 نقط تتجه للدور التاني. الكأس العالم اللي فات الأندية واللي قبله ومنذ إنشائه هو كانت في knock out على طول، وبتلاعب لو يعني وافقك بقى الحظ وربنا ادى لك التوفيق إنك تروح تلعب semi final، هتلاعب فرقة يا إما من أمريكا الجنوبية، يا إما من أوروبا، هُم بيلعبوا ماتشين semi final وfinal بس. فبتبقى حتة الknock out الموضوع مختلف. طب أنا باشرح كل ده عشان أفهّمك إدارة النادي الأهلي بتفكّر في إيه، إن أنا لمّا أروح ألاعب الناس دول على مستوى تنافسي أقوى، أعمق، هالاعب فرقة إنتر ميامي فيها ميسي وفيها سواريز وفيها خورخي ألبا وفيها بوسكيتس وفيها نجوم على أعلى مستوى في العالم. والدوري الأمريكي يعني بيتفوّق على دوريات كتير، وفي نفس الوقت بقى قوي، وفي نفس الوقت يعني في منطقة أمريكا الشمالية يعتبر هو الأبرز. الحاجة التانية إن أنت بتتكلّم في موضوع فرقة زي بورتو بتلعب دوري أبطال أوروبا Champions League، أعلى بطولة في العالم، في أعلى مسابقة في كرة القدم في العالم. فرقة دايمًا بتطلّع لعيبة top level، منها نجوم كبار. يعني أنا لو قعدت أقول لك نجوم بورتو على مدار التاريخ ده محتاجة حلقة لوحدها، ولكن أنت بتتكلّم على فرقة جاية جعانة إنها تعمل حاجة في البطولة، عندها طموح. نفس الشيء بالنسبة لفريق بالميراس. والأندية البرازيلية لمّا بتروح البطولات الكبيرة بتبقى رايحة ومطلوب منها إنها تحققها، وده يعني اللي الناس يمكن الأندية البرازيلية أو البرازيل هي بيعاملوا أنديتهم زي ما بيعاملوا منتخب البرازيل لمّا بيروح أي بطولة هو مرشح، حالته حلوة حالته وحشة هو مرشح. ليه؟ لأنه يعني أكتر فرقة خد كاس عالم. فبناءً على هذا الأمر أكتر فرقة طلّعت نجوم، أو أكتر بلد طلّعت نجوم على مدار التاريخ. أنت بتتكلّم بقى من أول بيليه و ما بعد بيليه بقى سقراط وزيكو، ويعني موال بقى روماريو ورونالدو الظاهرة موال. فأنت القصة دي كلّها في دماغك وأنت رايح تلاعب الأندية ديّة، فلازم تعمل squad يقدر يكون دولي، يقدر ينافس إذا كان في دماغك إن أنت تعمل شيء. فده الشغل الشاغل اللي خلّى النادي الأهلي يبتدي يعمل setup، وخاصةً بعد الفترة اللي فاتت محتاج يجهّز خط الدفاع بشكل أفضل من كده عشان صعوبة التنافس. طيب، أنا هاتكلّم معاك في تفاصيل مكالمة محمد شوقي، كابتن محمد شوقي نائب المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي مع محمد عبد المنعم لحسم صفقة المونديال. طبعًا محمد شوقي من الناس اللي ليها خبرة تدريبية، ودي نقطة تُحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن هُم بيجيبوا حد في جهاز الكورة ليه جزء مش مجرد إن هو لاعب، لأ ده كمان لاعب وعنده
جزء في الخبرة التدريبية، راجل اشتغل assistant coach مع واحد من أفضل المدربين مش بس اللي جم مصر في العالم زي كارلوس كيروش، فبناءً على هذا الأمر بقى عنده فكر كويس. نفس الشيء إن محمد شوقي من اللعيبة اللي كان عندهم تجربة مع منتخب مصر كلاعب، وأيضًا لعب في الدوري الإنجليزي في نادي ميدلسبرو لو تتذكروا، كان معاه أحمد حسام ميدو، كانوا في فرقة ميدلسبرو، كانوا ساعتها بيلعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز مش في الدرجة التانية كمان، فده ادّى له خبرات، فابتدى يتعامل في إدارة الكورة بهذا الشكل، إن في جانب فني عنده، فاهم كويس أوي المدير الفني إيه متطلباته، عايز إيه، محتاج إيه، أقدر أوفّرها له، وفي نفس الوقت أعرف أتعامل مع مش عايز أتكلّم في مشاكل اللعيبة، أقدر أتعامل مع اللعيبة بشكل عام. أنا فاهم اللعيب عايز إيه، فاهم اللعيب احتياجاته إيه، تفكيره إيه، في نفس الوقت أنا باطبّق لائحة النادي الأهلي. إذًا تم الاتصال ما بين محمد شوقي ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم من اللعيبة اللي النادي الأهلي يعني كان له يعني دور كبير أوي إن اللعيب ده يظهر بهذا الشكل، خاصةً لمّا كان متألق مع فرق الشباب في النادي الأهلي، ثم جه إن هو يروح إعارة لفريق فيوتشر، نضج، ظهر، انضم من قِبَل المدير الفني كارلوس كيروش، وكان مساعده مين؟ محمد شوقي. فهنا في علاقة قوية ما بين محمد شوقي وما بين محمد عبد المنعم من موضوع المنتخب، بعدين رجوعه مرّة تانية للنادي الأهلي وقطع الإعارة بعد بطولة كأس الأمم، ظهوره بشكل قوي جدًا مع النادي الأهلي في الدوري، في الكاس، في دوري أبطال أفريقيا، خلّى محمد شوقي عفوًا محمد عبد المنعم يبقى على رادار الأندية الأوروبية، وتم احترافه في نيس. حتى هذه اللحظة، ودي حاجة يعني باحب أشرحها كتير، لإن الموضوع مش موضوع فني بحت إنك تنجح في أوروبا، أنت محتاج تتأقلم، محتاج تتواكب مع اللي حواليك، أيضًا موضوع تغيير المدربين في حاجات كتير أوي بتساعد إن أنت تكمّل والّا لأ. فمحمد شوقي اتصل ب آآ محمد عبد المنعم، وعلى فكرة شوقي هو اللي رشّح محمد عبد المنعم لكارلوس كيروش. فبناءً على هذا الأمر، لإن عنده دراية باللي بيحصل في قطاع الناشئين في النادي الأهلي واللعيبة اللي موجودة في الأهلي، فرشّحه لمّا راح كمان فيوتشر، كان واثق جدًا في إمكانياته. فهنا محمد شوقي تواصل مع محمد عبد المنعم عشان يبتدي يتواصل معاه إن فكرة العودة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع النادي الأهلي، ويكون معاه في كأس العالم للأندية. طبعًا خلاص موسم الانتقالات الشتوية انتهى، الكلام ده بيبقى بدايته كأس العالم للأندية. إذًا أنت هنا عندك نقطة، النادي الأهلي آآ خط الدفاع، عندك رامي ربيعة، عندك آآ ياسر إبراهيم، عندك أشرف داري، ومحتاج تدخّل حد زي محمد عبد المنعم. فتخيّل معايا إن يكون خط الدفاع بتاعك رامي ربيعة، واللي هاتكلّم عليه في أيضًا أمر مهم، ومحمد عبد المنعم، أو أشرف داري، محمد عبد المنعم، أو العِش، محمد عبد المنعم، أو ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم. إذًا أنت عندك خط دفاع قوي جدًا تقدر تنافس بيه، أو تبقى عندك خط دفعة كبيرة محمد عبد المنعم، لإنه عنده خبرات دولية ولعب كمان في أوروبا، فهيبقى إضافة كبيرة جدًا في كأس العالم للأندية، خاصةً إن ياسر إبراهيم بعيد للإصابة، ولسه مواقف كتير لم تُحسم ما بينه وما بين كولر في النادي الأهلي. مصطفى العِش لسه داخل ومحتاج حد دايمًا يكون قوي يسنده، أشرف داري نفس الشيء، فوجود عبد المنعم ورامي أمر مهم جدًا بالنسبة للنادي الأهلي. برضه عايز أتكلّم إن رامي ربيعة، وده النقطة اللي باربطها مع حضراتكم، ليه النادي الأهلي وليه محمد شوقي بيتحرّك لضم محمد عبد المنعم، إن رامي ربيعة من اللعيبة الكبار تلقّى عرض الرحيل لنادي العين الإماراتي في الموسم المقبل، وده جِه بناءً على اتصالات مع بعض الوكلاء، خاصةً إن نادي العين بيرغب في ضم مدافع مميز قبل كأس العالم للأندية. رامي ربيعة
من أكتر اللعيبة اللي underrated في تاريخ الكرة المصرية، يعني عشان نبقى واضحين مع بعض. رامي ربيعة مش واخد حقه، مش واخد الوضع اللي هو فيه بالشكل الأمثل، لأن رامي بدايته قوية جدًا مع النادي الأهلي، من اللعيبة اللي بتجيد إنها تلعب في مركز المدافع، قلب الدفاع، لعب باك يمين على فكرة في ماتشات، تحطه 6 defender برضه بيلعب، يعني كل هذه الأمور خلّت رامي ربيعة من اللعيبة اللي ممكن لا يراه الجمهور أوي، ولكن بيحبه المدربين، يعني ما فيش مدرب تعامل مع رامي ربيعة وتلاقيه ما بيحبوش، مش بس على المستوى الشخصي ولكن على مستوى الأداء. فرامي ما شاء الله، يعني أفكّر كده حضراتكم، 9 دوري عام كبطولات، 6 دوري أبطال أفريقيا، 4 كاس مصر، وواحدة كونفدرالية، وخُد بقى دي كمان عندك، رامي خَد كأس البرتغال لمّا احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي فترة احترافه قبل عودته للنادي الأهلي، فإذًا كَم كبير جدًا من الخبرات، كَم كبير جدًا من البطولات. رامي من اللعيبة اللي بتجيب أجوان بدماغها، بيبقى دايمًا له دور فعّال، لعيب قوي، لعيب كورته معقولة، لعيب صلب، لعيب يُعتمد عليه، أخلاق بقى اللي يعني ما نتكلّمش ما شاء الله يعني حدِّث ولا خرج. فحاجات كتير جدًا بالنسبة لرامي ربيعة ما شاء الله تحُطّه في هذا الإطار، فإذًا آآ حصل تواصل ما بين العين الإماراتي ورامي ربيعة، وهنا بينتهي عقد رامي بنهاية الموسم الحالي، وحتى هذه اللحظة ما جددش عقده مع النادي الأهلي. وكمان أضيف لك إنه تلقى عرض من الفتح السعودي في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن إدارة النادي الأهلي هي اللي رفضت رحيله. وهنا كمان النادي الأهلي بالتطوير اللي بيحصل والإحلال والتجديد اللي في الفريق عايز ينزّل مستوى الأعمار في الفترة المقبلة، ورامي يعني من اللعيبة اللي عندها 31 سنة، فممكن يكون بالنسبة له إنه يخوض تجربة احتراف كمان في الإمارات تبقى حاجة كويسة جدًا بالنسبة له من الناحية المادية. فكل هذه الأمور خلِّت إن إدارة النادي الأهلي تفكّر في ضم محمد عبد المنعم مرّة أخرى على سبيل الإعارة. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. مستمر مع حضراتكم وأخبار النادي الأهلي، والمرة دي مع اللاعب يحيى عطية الله. في قرار خده كابتن محمد رمضان، وهو تأجيل حسم مصير عطية الله. كابتن محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي حسم ملف تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله، الباك الشمال أو الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي المعار قادما من سوتشي الروسي. طبعا كابتن محمد رمضان استقر على عدم حسم هذا الملف قبل شهر مايو المقبل، ده عشان عدم اتضاح الرؤية حول جاهزية اللاعب اللي تعرض لكسر في عظام الوجه، بخلاف ان التونسي علي معلول كده يكون قدامه فرصة لإثبات قدرته على البقاء مع الفريق وتقديم مستويات جيدة بعد عودته من الإصابة. طب هنا أقول لك كابتن محمد رمضان فكر في إيه دلوقتي. يحيى عطية الله بعد الإصابة القوية، وطبعًا دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، ويعني جات وخلاص النادي الأهلي واللاعب تقبّل، ولكن القصة في إن عودة يحيى عطية الله مرّة تانية وجاهزيته قبل نهاية الموسم هتاخد فترة. يعني بداية النادي الأهلي في الأدوار الأخرى في دوري أبطال أفريقيا، مع جاهزية نهاية الدوري، مع الماتشات المهمة في ال9 بقى اللي بتنافس على الدوري العام، مع وجود كأس عالم للأندية القادم، كل ده أنت مش ضامن أو النادي الأهلي مش ضامن إن يحيى عطية الله هيبقى جاهز والّا لأ. فبناءً على كل هذه الأمور أجّل كابتن محمد رمضان بند تفعيل شراء اللاعب يحيى عطية الله. طب هنا في حالة ظهور بقى علي معلول بصورة جيدة هيتم قيده في الموسم المقبل، ولو ما كانش في الجاهزية المطلوبة فهنا هيكون تفعيل البند شراء عطية الله أو السماح برحيله وضم أو الدخول في ضم اللاعب محمود بنتايج
ظهير أيسر الزمالك الحالي عقب نهاية إعارته أو ضم مصطفى العش نهائيًا من زد بجانب كريم الدبيس اللي ابتدى كولر يخلّيه يلعب في مركز الظهير الأيسر في لقاء حرس الحدود، وبصراحة لعيب كويس جدًا ويعرف يلعب في هذا المركز بكل المقاييس. إذًا هنا بقى كولر بيفكر في إيه؟ دلوقتي أنا عندي معلول في فرصة إن هو يشارك في حالة وجود عدم يعني في حالة عدم رجوع عطية الله، وده يعني عقبال ما يرجع هتاخد وقت وهتاخد فترة، فوجود كمان مصطفى العش، وجود كريم الدبيس، وعندك علي معلول ممكن يشارك ويبقى بصورة جيدة. طب لو ظهر كل هذا الأمر خلاص كده هيبقى موضوع وجود عطية الله في النادي الأهلي وتفعيل بند الشراء هيبقى صعب. طيب في حالة تانية عندك إن معلول ما بقاش في أحسن حالة وعطية الله ما رجعش جاهز، النادي الأهلي يبتدي يفكر على طول يخش في محمود بن طايق المعار لنادي الزمالك. وانا هاشدد لان هو مش لعيب نادي الزمالك، هو لعيب في نادي الزمالك دلوقتي، ولكن مش نادي الزمالك لم يفعل عقد شرائه نهائيا، فده يدي ويسمح للنادي الاهلي ان هو يخش يفاوض النادي، وخاصه ان هو متالق مع نادي الزمالك، وخاصه يعني انتوا شفتوا في ماتش القمه عمل ماتش كبير جدا وسجل هدف كان مهم بالنسبه لنادي الزمالك في هذا اللقاء. فكل هذه الامور ادت للكلام اللي أنا باقوله لحضراتكم عشان كمان يبتدي النادي الأهلي يجهّز مصير الجبهة اليسرى، ويعني جماهير النادي الأهلي عندها راحة شديدة بعودة كريم الدبيس إنه يلعب في هذا المركز، رغم عدم اقتناع كولر إنه يلعب في هذا كان بيلعبه جناح في أغلب الأوقات، ولكن ابتدى في ماتش حرس الحدود إنه يعتمد عليه، فده موضوع الجبهة اليسرى بالنسبة للنادي الأهلي. كمان قبل ما انقل على اخبار نادي الزمالك عايز اقول لك ان احمد نبيل كوكا بينتظر عرض جديد لمغادرة النادي الاهلي، وبعد تجديد ده حصل بعد تجديد الاتصالات من بعض الانديه البرتغاليه والفرنسيه. صراحه كوكا من احسن اللعيبه الصاعده في هذا المركز، مركز الهاف ديفندر او اللعيب 6 او اللعيب 8 في الكرة المصرية. لعيب امكانياته البدنية قوية جدا، بيلعب رجله الشمال، بيدافع كويس جدا، بيعرف يساند وسط الملعب، بيعرف يروح يجيب الكورة، حاجات كتير جدا جميلة في اللاعب كوكا. وطبعا كل هذه الامور بتخلي بعض المديرين الفنيين ان هم يعتمدوا عليه في مركز الباك ليفت، ان هو كورته جيدة مش سيئة، ولكن هو مش بتاع الأوفرات، يعني مش الباك، يعني حتى لمّا لعب في الباك ليفت في ماتش الأهلي والزمالك، مش الراجل اللي هيعمل لك أوفرات كتير، ولكن مش الراجل اللي هيبقى لك ثغرة، يعني هو هيقفل لك ناحية الشمال من الناحية الدفاعية، بس مش الراجل اللي هيعمل لك جبهة اختراقات. ده في موضوع في الباك ليفت، ولكن في مركزه اللي لعب فيه في الأولمبياد وشارك فيه في منتخب الشباب وفي بعض الماتشات لعب فيه في النادي الأهلي، بيأدي بشكل قوي جدًا، ولعيب من اللعيبة المميزة في هذا الأمر. ولكن كوكا في الوقت اللي بيفكر، لأن بعد الأولمبياد الدنيا بتختلف تمامًا، لأن هنا يبتدي لك الوكلا يتكلموا معاك. كوكا لاعب صراحة بطولة الأولمبياد على أكمل وجه هو وكريم الدبيس في النادي الأهلي، فابتدى ييجي لهم عروض. فكوكا بيفكر في هذا الأمر لأنه محتاج إنه يلعب باستمرار، هو عايز كده، وعنده اتصالات من أندية فرنسية وبرتغالية وأيضا يونانية لضمه في الموسم المقبل، واللاعب هيحاول إنه يضغط عشان يخوض تجربة الاحتراف في الموسم المقبل. ونتمنى لكوكا التوفيق في حالة طبعا احترافه، لأنه هيبقى إضافة كبيرة جدا. احنا محتاجين في الكرة المصرية انك يبقى عندك لعيبة كتير بتلعب في الأندية الأوروبية تبتدي تشارك وتاخد خبرات، وده بيصب عندك في منتخب مصر. انتوا شايفين اللي حصل من احتراف محمد صلاح ومن احتراف تريزيجيه ومن احتراف حجازي ومن احتراف كان ناس لعيبة كتير، والأجيال اللي قبليهم كل دول ادوا لك دفعة قوية لمنتخب مصر، لأن بيبقى طبعا بيلعبوا وبيشاركوا. دلوقتي مرموش، يعني عندك صلاح في ليفربول ومرموش في السيتي، طبعا حاجة كبيرة جدا وقوية لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة. فده آخر أخبار النادي الأهلي اللي معانا النهاردة. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق.
أروح مع حضراتكم لأخبار نادي الزمالك، وعلى الفور جلسة زوم تحسم مصير بن تايك. نجم نادي الزمالك محمود بن تايك اللاعب المغربي اللي تألق في مباراة القمة الماضية، واللي أيضا تألق مع نادي الزمالك في مشاركاته. خلال أيام هيكون في جلسة زوم ما بين أحد مسؤولي نادي الزمالك والمدير الرياضي بنادي سانت إتيان الفرنسي لإقناعه بجدولة المبلغ الخاص بتفعيل بند شراء عقد محمود بن تايك. طب هنا نادي الزمالك اتحرك على الفور، لأنه كنت لسه ذاكر لحضراتكم إن موضوع يحيى عطية الله ممكن يخلّي النادي الأهلي يخش يتفاوض يشتري هو عقد بن تايج في يعني في الصيف المقبل. فده خلّى نادي الزمالك وتألق اللاعب، واللاعب منوّر وماشي كويس، فيقدر يفعّل البند العقد الشراء اللي موجود في موضوع الإعارة، يحصل عليه قبل ما يروح للنادي الأهلي. هنا المبلغ بقى طيب يعني قد إيه عشان بن تايج يبقى مع نادي الزمالك؟ المبلغ ده هيبقى $1,000,000، والزمالك هيعرض ضم اللاعب مقابل $400,000، وتفعيل البند مع دفع نفس المبلغ في شهر يونيو، ويتبقى كده 200. يعني دلوقتي في 400 جابوا بن تايج، هيزودوا عليهم 400 و200 عشان يبقى اللعيب مع نادي الزمالك مع بداية الموسم المقبل. وده تحرك سريع عشان يبتدي نادي الزمالك يأمن وجود بن تايج معاه في الموسم المقبل. أيضا نادي الزمالك ابتدى يتحرك عشان يحسم أمور مهمة جدًا فنية الموسم المقبل. نادي الزمالك في بعض المراكز محتاج فيها لعيبة، محتاج إن هو يدعمها، وأبرزها خط الهجوم. فهنا نادي الزمالك يتحرك لضم مهاجم حرس الحدود اللاعب محمود ممدوح. تحركت لجنة التخطيط في النادي الزمالك بوجود بقى عندك أحمد حسام، ووجود عندك حازم إمام طبعًا كابتن وكابتن، ووجود بعض النجوم الكبار عشان اللاعب محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود. والصراحة محمود ممدوح لعيب من اللعيبة اللي خطفت الأنظار بشكل كبير. أولًا لعيب من الناحية البدنية ما شاء الله جسمه قوي، لعيب 9 تقدر تعتمد عليه. واللي أجمل من كده كمان إن كورته جميلة، يعني كورته جيدة، مش من اللعيبة اللي بس بتضرب وبتخبط وبتجري، لأ ده لعيب بيعرف يعمل حاجات في الكورة وبيجيب أجوان الصراحة جميلة جدًا مع فريق حرس الحدود. ويمكن الناس شافت إن هو كان ليه فرصة ضاعت، يعني كان هيبقى واحد من أجمل أهداف الدوري مع النادي الأهلي، عدّى واحد والتاني ولَم على شماله، ولكن جت بجنب القائم. فده يعني من اللعيبة اللي ظاهرة بشكل كويس في مركز رأس الحربة، اللي أصلًا في نقص في الكرة المصرية بقى له فترة كبيرة. فإدارة نادي الزمالك مقتنعة تمامًا بقدرات اللاعب، واستقرت على ضم محمود ممدوح في الموسم الجديد. لاعب عنده 4 أهداف حتى هذه اللحظة مع فريق حرس الحدود، وسنه 23 سنة، وهو من أبرز المهاجمين اللي موجودين في الدوري. برضه هاكمّل مع حضراتكم مع أخبار نادي الزمالك، وهنا بقى حاجة من الحاجات اللي هتبسط جماهير نادي الزمالك، إن عبد الله السعيد وافق على تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين بعد جلسة مع أحمد حسام ميدو، ثم جلسة أخرى مع حازم إمام عضو لجنة التخطيط. هنا عبد الله السعيد قعدته مع كابتن ميدو وكابتن حازم إمام ابتدت تلخّص أمور مهمة بيطلبها عبد الله، نُقلت من مجلس الإدارة عن طريق ميدو وحازم، أو كابتن ميدو وكابتن حازم. اللاعب هيحصل على نفس راتبه السنوي في موسمه الأول، يعني هو هيجدد سنتين، أول موسم هياخد نفس الراتب بتاعه، على أن يتغاضى الزمالك عن نسبة المشاركة في الموسم التاني، ويحصل على قيمة عقده كامل في بداية الموسم بحسب الاتفاق. طب هنا نادي الزمالك وأنا باتكلم عن لعيب كبير، وفي الحلقة الماضية مع نجومنا الكبار كابتن حسام البدري وكابتن سامي الشيشيني اللي نورونا في برنامج صوت الملعب، وتحدثنا كده عن مفارقة جميلة، إن عبد الله السعيد عنده 40 سنة ومن أعلى معدلات الجري،
من أعلى التأثير في الفريق. كل الفرص اللي جات لنادي الزمالك كان عبد الله السعيد مشارك فيها، بيدافع، بيهاجم. إزاي تحافظ على نفسك؟ ده نموذج عبد الله السعيد. إزاي تبقى لعيب تدخّل نَفْسك في أساطير الدوري الممتاز، واحد من أبناء نادي المِيّة عبد الله السعيد، وأرقامه تخطّت نجوم كبار جدًا جوّه يعني هدافين الدوري الممتاز، يعني أمّا تخطّى أحمد الكاس وتخطّى محمد صلاح أبو جريشة وتخطّى ناس كبار، كابتن جمال عبد الحميد وكابتن محمود الخطيب. يعني ما يعني عبد الله السعيد دلوقتي أنت بتتكلّم في كابتن الشاذلي، كابتن حسام حسن، وبعديهم عندك بقى مصطفى رياض وعبد الله السعيد. فأنت يعني الموضوع كبير جدًا بالنسبة إن أنت تبقى في الشكل ده. يعني عندك أرقام رائعة. وأيضًا إزاي تحافظ على مستواك، وتحافظ على البدني بتاعك، وتحافظ على نَفْسك، وتروح للgym وتعمل ده بجانب بقى تمرينك مع الفرقة. فنموذج احترافي كبير جدًا هو اللاعب عبد الله السعيد. وبناءً على هذا الأمر نادي الزمالك وهو في 40 عنده 40 سنة بيطلب إنه يجدد معاه لمدة موسمين، وخلاص وافق على التجديد، ودي حاجة كويسة بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. أروح لأمر آخر وأمر مهم، وبرضه هيفرح جماهير نادي الزمالك يعني ما بيني وما بينكم كده، إن بيسيرو المدير الفني البرتغالي بيرفض عودة ميشيلاك. كان في اتجاه لدى إدارة نادي الزمالك لإقناع البولندي كونراد ميشيلاك جناح الفريق لتسوية أزمة مستحقاته المالية، خاصة إن طبعًا اللعيب أنتم عارفين إنه صعّد الموضوع للفيفا، والمطالبة بباقة مستحقاته لإنه ما خدش الموالي المتفق عليها في العقد. جوزيه بيسيرو رفض تمامًا فكرة عودته، وقال إن هو بعيد عن التركيز ومش المستوى المطلوب اللي عايزه في نادي الزمالك. وده بناءً على هذا الأمر طلب من الإدارة غلق القائمة، لإنه مش عايز يدرّب عدد كبير من اللاعبين. دي نقطة مهمة جدًا، 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 وممكن كده الناس تمُر عليها مرور الكرام. في أندية، وفي يعني تحس كده إن التمرين بتاعها جنينة. وأنا هاقول لحضراتكم جراديولا وكلوب، مورينيو، مثلًا أرني سلوت دلوقتي، أنشيلوتي، نجوم التدريب على مدار التاريخ. ما فيش مدرب يقدر يدرّب بشكل قوي أو يقدر يبقى دوره فعّال مع أكتر من 16 لعيب. طب أنت هتقول لي القايمة فيها 24، هتقسّم ال16 من ال24 الباقي مع بقية الجهاز الفني. لكن التمرين لمّا بيكبر وبيبقى جنينة ويبقى له بقى 30 و32 لعيب في الملعب، ملعب الكورة مش هيتحمّل هذا يعني أنت أصلًا أنت بتلعب 11 ضد 11. فأنت تخيّل بقى لمّا بتوصل للتلاتينات، لإن دي حاجة أنا واجهتها وشُفتها بشكل شخصي في الملاعب في التدريب. فبتبقى الموضوع صعب جدًا، جدًا على المدير الفني، وما بيقدرش يوصّل كل حاجة لمجموعة كبيرة زي كده من اللاعبين لوحده. فعشان كده بيسيرو طلب هذا الأمر. ده كان آخر كلامنا عن موضوع بيسيرو وموضوع نادي الزمالك. عندي موضوع مهم جدًا هاتكلم مع حضراتكم فيه، ولكن في الخبر التاني عن الذكاء الاصطناعي في كرة القدم. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. هاتكلم مع حضراتكم مع أمر مهم جدًا في صناعة كرة القدم الحديثة، وهو دخول التكنولوجيا في عالم كرة القدم. إزاي أقدر أستفيد من التكنولوجي ومن الذكاء الاصطناعي artificial intelligence؟ إزاي اللي هو بيتقال عليه الAI، إزاي أقدر أستفيد من كل الإمكانيات الجديدة في كرة القدم من أجل يعني النهوض بصناعة كرة القدم وتطويرها. وهنا ده دور مهم جدًا، جدًا، جدًا. إحنا ابتدينا دلوقتي وأنت بتتفرج على أي مباراة بتبتدي تبُص هو الإحصائيات إيه، فبتفهم من الإحصائيات يدّي لك indication أو يدّيك تقرير عن إن مين بيهجم أكتر، مين بيشوط أكتر، مين أحسن لاعب عمل لمسات مؤثرة، مين أحسن لاعب. وعشان كده تلاقي مثلًا محمد صلاح اللعيبة التُقال، يعني لمّا تيجي تتكلم على كريستيانو رونالدو وميسي، ودول من الأجيال أو من الناس اللي دخّلت موضوع الإحصائيات بشكل كبير في الكورة. يعني قبليهم كان اللعيب اللي بيجيب 20 جون في الدوري في أي دوري، ده حاجة رهيبة يعني.
فلما يطلع لك كريستيانو رونالدو من بداية الإحصائيات، وطبعًا التطور بقى اللي بيحصل في التكنولوجي، يعني ما هو بداية كريستيانو رونالدو وكده كن الناس بتتكلم بقى إيه، لو الناس اللي جامدة يعني كان لسه في ويندوز 2000 وويندوز 98 لو تفتكروها يعني أيام زمان كده، الناس الجميلة اللي زينا زي حالاتنا يعني. لكن لمّا تيجي تخش دلوقتي أنت طبعًا تطور التكنولوجي بقى حاجة رهيبة ومهولة، فإحصائيات كريستيانو وإحصائيات ميسي بقت الناس كلها تتابعها، فطبعًا الأمر في كرة القدم والصناعة وصناعة كرة القدم، إزاي أقدر أستفيد في صناعة كرة القدم بشكل كبير. وهنا يعني فكرة دخول الذكاء الاصطناعي الAI من الحاجات اللي فعلًا أدِّت لنهوض كرة القدم. إزاي؟ إن دلوقتي بيبقى عندك أجهزة حديثة بدايةً من التصوير. أنت أصلًا موضوع إن أنت تصوّر، ما أنت بتتصوّر بقى، أنا باتكلّم على الأجهزة الفنية مش التصوير اللي أنت بتشوفه بس في التلفزيون يعني. بتبتدي تصوّر التمرين، بتبتدي تصوّر الماتشات بتاعتك بالكاميرات بتاعتك، بتبتدي تاخد يعني معدّل بقى الجري، الGPS، الأجهزة بتاعة الGPS بتبتدي تشوف النواقص اللي عندك في المساحات، النواقص اللي عندك في الاختراقات، النواقص اللي عندك في كل حاجة، الحاجات دي بتظهرها لك. طيب لمّا نيجي نخش على التحليل الرقمي، اللعيب ده، المدافع ده بيجري قد إيه، استخلاصه للكرة قد إيه، الjump الالتحامات الهوائية قد إيه، كل هذه الأمور أنا باقيّمه بيها. طب نفس القصة بالنسبة للعيب نُص الملعب، بالنسبة للحارس، بالنسبة للforward، طب بيجيب كام جون، بيعمل كام assist، الحاجات دي كلها اللي كلنا بنهتم بيها، ما هي جاية من الذكاء الاصطناعي. طب المدير الفني بيستفاد بيها إزاي؟ جهاز الفني وليس محلل الأداء فقط. يعني محلل الأداء بيجيب الأرقام دي عن طريق الsoftware اللي بيشتغل عليه، ويبتدي يقطّع حاجات معيّنة ويناقشها مع الجهاز الفني، والمدير الفني هنا يبتدي يفهم النواقص ونقاط القوة بتاعته. فالموضوع ده بحر كبير، أنا هابتدي مع حضراتكم إزاي دخل وإزاي يخش. وهنا كان طبعًا في تعاون ما بين صوت الملعب كورة AI اللي عاملاها شركة لينك، في إن إحنا نعرض لحضراتكم مثلًا على سبيل المثال عشان نعرف نقيّم لعيب، إحنا بنقيّمه إزاي. فهنا حضرتك هتشوف معايا على الشاشة دلوقتي حاجات كده جميلة ما بين محمد صلاح وما بين عمر مرموش في هذا الأمر، مثلًا في ماتش ليفربول والسيتي اللي كان بيتلعب قريبًا. نفس القصة بالنسبة النادي الأهلي والنادي الزمالك. أنا هابدأ معاك بنادي الأهلي ونادي الزمالك، وهاقول لك مثلًا إن جراديتشار في النادي الأهلي كان متألق، واللاعب محمود مثلًا بنتايج كان متألق في نادي الزمالك. فقدّام حضرتك على الشاشة أدي عندك إحصائيات جراديتشار. فهنا بُص كده حضرتك، أنت عندك في جدول وجنبه دايرة. أنا هابتدي معاك بالدايرة. الدايرة بتقول لك إيه، إن فوق في حاجة اسمها dual zone، دي اللي هي الحاجات الثنائية، خَد منها 3. الpass 13، killer pass received اللي هي وصلت له 6، الball recovery offensive في الهام، يعني إزاي في الإنهاف، يعني إزاي في الجزء التاني بيضغط يجيب الكورة shots، وعندك touches opponent area، كل هذه الأمور جاية لك كل حاجة. طيب تعالَ بقى كده على الجدول عشان نفلتر الكلام اللي أنت قريته في الدايرة، ونشوف الراجل ده عمل إيه من القصة الرقمية. أول حاجة هتلاقيها positive passes في opponent half، يعني اللمسات المؤثرة في نُص ملعب المنافس. هو عنده 10 من total 14. طبعًا دي يعني حاجة جميلة جدًا. طب إزاي؟ يعني أنا من 14 كورة أو 14 باس أنا عامل 10 مؤثرين، ف10 مرات كنت باساعد النادي الأهلي في بناء الهجمة. الهجمة لمّا بتيجي لي الكورة ما بتقفش. أول شوط جاله 9 عمل منهم 6 صح، الشوط التاني وحتى تبديله جاله 5 عمل منهم 4 صح. فأنتم شايفين قد إيه هو مؤثّر في بناء الهجمة، وده الفرود المحطة. شوف أنا كده باقول لحضرتك يعني إيه فرود محطة بالأرقام. طيب اللمسات بقى بتاعته الkiller passes، هو عامل 2 منهم واحدة في الشوط الأول، وواحدة في الشوط التاني اللي جه منها الهدف بتاع بن شرقي.
فدي حاجة من الحاجات. طب استلامه للباس، عندك 20 استلام، 12 في الشوط الأول و8 في الشوط، يعني في 20 هجمة راحت لجراديتشار، منهم يعني 12 في الشوط الأول و8 في التاني. طيب الحاجات بقى المهمة، الحاجات المهمة، المواضيع اللي بتخلّيك تفهم اللعيب ده عمل إيه، إنه من عمل 2 killer pass من الحاجات اللي هي يعني pass يجيب جون، assist واحدة، يعني عواد خدها بمنتهى يعني الجمال، أو منتهى الخطورة من قدّام حسين الشحات، كانت هتيجي جون. التانية اللي زيها جون من أشرف بن شرقي. فهنا أنت عرفت اللعيب ده لعيب مؤثر والّا مش مؤثر. طب نروح لمحمود بن تايك عشان نعرف القصة بتاعته. أنت عندك هنا الاشتراكات الهوائية 7، عندك الباص 46، عندك ال باص المؤثر 1، عندك آآ آآ لمس كام مرّة في منطقة نُص الملعب للمنافس 19 مرّة. فده بيدّيك. طب نخش بقى كده على الجدول. الباصات الهجومية بتاعته المقسّمة الإيجابية من 46 28، بالنسبة لباك دي حاجة قوية جدًا. طيب الشوط الأولاني 27 عمل منهم 15، الشوط التاني اللي هو كان فيه متألق جدًا من 19 عمل 13، وده من الحاجات اللي خلّته ياخد أفضل لاعب في المباراة. يعني الpositive passes بنسبة 61%، شوط في مجمل المباراة، ودي حاجة قوية جدًا إنك تعمل positive passes بهذا الشكل. يعني الشوط الأولاني بنسبة 56% والشوط التاني بنسبة 68%، فأنت يعني إحصائية قوية جدًا. طيب عامل واحدة assist، killer passes والassist اللي إحنا كنا بنتكلم عليها ما تمش استخدامها. killer passes received يعني الحاجات اللي جات له 3 جاب منها واحدة اللي هي الهدف اللي جاي من عمر جابر. بقية الأمور الshots in penalty area، شاط واحدة جات جون، موقف 1 ضد 1 عنده مواجهة عدّى فيها، الball recoveries يعني الكورة لمّا بتتقطع منه جابها تاني 3 مرات. والمواجهات بقى بُص هنا من الناحية الدفاعية duels won، دي بقى مهمة أوي بالنسبة للback left قبل الأخيرة كده معايا وأنت باصص على الجدول. 70% من الtotal، 75% أول شوط، 50% تاني شوط. يعني إذًا محمود بن تايك في الناحية الدفاعية كان عامل ماتش جيد جدًا، جدًا، جدًا. طب في تعالَ بقى الحاجات دي في نُص ملعب النادي الأهلي، من 3 كسب، يعني من 3 كسب 1، الشوط الأولاني كسب منهم 2 والشوط التاني كسب 1. فدي موضوع مهم جدًا، بيفرق لك مع اللعيب، بيفرق لك إزاي تقدر تقيّمه، بتفرق لك إزاي تقدر تخلّي اللعيب بتاعك يحصل على أفضل لاعب في المباراة. ده من نقطة. النقطة التانية، أنا هنا كمدير فني غير اللي أنا شايفه بعينيّا، وده بياخد مثلًا من 70 ل80%، ال20% لإن طبعًا الماتش كُلّه أحداث باخدها من الذكاء الاصطناعي، ودي أول بداياتنا مع حضراتكم في شرح التكنولوجيا إزاي تقدر تخش في الرياضة. دي كانت آخر حاجة معانا النهارده، انتظرونا في صوت الملعب، إن شاء الله هنكون معاكم في مفاجآت قوية جدًا مع أقوى نجوم الكرة المصرية والعربية في التحليل. دايمًا يكون إن شاء الله معانا، وإن شاء الله دايمًا نكون على حسن ظنكم. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الملعب مع محمد فاروق.